هذا أنا وهذه القصة ديالي للمليون درهم. اليوم انرجي عندي طايحة تقريبا 30%، حيت مريض وحيت دوزت نهار كله في الخدمة. داكشي علاش اليوم ماشي ديال مشاريع كبار، نحاولوا نديرو تاسك صغار غير باش ما نحبسوش. اول حاجة هي هاد الديلي تاسك ديال 2 ساعات ديال ديب فوكسد وورك، وفيها غادي نحاولوا نديرو هاد التاسك ديال build your social presence. غادي نحاولوا نقادو فيسبوك، انستغرام وحتى تيك توك باش تكون عندنا واحد الاكسبوجر كبيرة ونوصلوا الناس كتر. حيت بصراحة في هاد الايام ضروري خاصك تعرف، وضروري الناس يعرفوا شنو كدير. حيت مثلا الا عندك واحد الفكرة واعرة وقديتي بها واحد البرودكت واعر ولا واحد السوليوشن المشاكل اللي كيعانيو منها الناس يوميا، ولكن حتى واحد ما سامع بيك ولا عارف شنو كدير، راك بحال الا كتكب الماء في الرملة. اذا نبداو. بديت بفيسبوك، اديت البروفيل ديالي، فوتو دو بروفيل وحتى الكوفر، ومن بعد بديت كنرسل طلبات صداقة للناس، ولكن ماشي اي ناس. انا خاصني ناس اللي يقدروا يكونوا مهتمين بهادشي اللي كندير. داكشي علاش بديت كنقلب على الناس في جروبس مغربيين، ياما ديال كونتنت كرييشن ولا بيزنس ولا اي كوميرس في المغرب. نفس الشيء ادينا انستغرام وتيك توك. ومن بعد جيت نقاد الفيديو اللي غادي ننشر. انا كنخدم دابا بكاب كات ويب، وهذه هي احسن طريقة لقيتها لحد الساعة. مهم من بعد ما طلعت المقاطع ديال الفيديو اللي غادي ندير عليهم المونتاج، جيت نسجل الصوت ديالي، ولكن مع مريض الصوت ديالي حالته، وزيد عليها اصلا ما عنديش الجهد. قلت ايش ندير؟ ارا نجرب 11 لابس، وصراحة صدمني. الدارجة متكونة وكتبانش انه AI، وخا يكون كيبان AI في هاد اللحظة هو احسن من صوتي، خصوصا الا زدتي ليه تاغز كيولي اكثر واقعية. المهم اش درت؟ كتبت السكريبت ديالي وعطيته لتشات جي بي تي باش يزيد لي فيه التاغز. حطيته في 11 لابس والنتيجة كانت مرضية، غير هو سرعة الإلقاء تقيلة شوية، غادي نسرعوها في المونتاج. ودوكشي اللي درت. ومن بعد باش نزيد الفيديو موسيقى في الخلفية فكرت نستعمل سونو، ولكن قبل ما نمشي لسونو عطيت لتشات جي بي تي الكونتكست ديال شنو كندير، وقلت ليه يعطيني وصف الموسيقى اللي غادي تجي مع الفيديو. هنايا عطاني برومبت لسونو، درنا الموسيقى وزدناها مباشرة للفيديو. ومن بعد ما ساليت حطيت الفيديو في كل المنصات، ولكن ركزت خصوصا على المنصات اللي فيهم content recommendation بحال ريلز ديال انستغرام ولا شورتس ديال يوتيوب، حيت هادو يقدروا يوصلوني الناس حتى إلا ما كانوش أبوني عندي. وهذه هي الفكرة. وصراحة الأمور غادية مزيان. لقيت باللي حققت واحد من الأهداف الصغار ديالي، 10 متابعين. نمشيو نزيدوها في البلاتفورم وناخدو عليها الريوردز ديال الاكس بي. من بعد بغيت نبدا نخدم على البرودوي ديجيتال ديالي. عندي هنا في بروجيكت كاتيجوري ديال برودوي ديجيتال، غير هو مازال لوكت، حيت خاصني ندير ريسيرش ودراسة السوق ودراسة الجدوى باش نعرف شنو هو هاد البرودوي ديجيتال اللي غادي نخدم عليه. اذن غادي نعطيوها شوية ديال الوقت، والمرة الجاية نزيدو نستثمروا فيها اكتر، ويكون خير ان شاء الله. وبالمناسبة وخا في الفيديوهات ديالي كندير day 1 day 2، الفيديو تقريبا كياخد ليا سيمانة. كنحاول دابا نبدا ندير 2 فيديوهات في السيمانة، ولكن دابا وبالخصوص مع الفول تايم وورك اللي عندي صعيب شوية. المهم دابا تقريبا فيديو في السيمانة، وهادشي كيعني انه في السيمانة المقبلة غادي يكون عندنا الدخل الاول وراس المال اللي نقدروا نبداو نستثمروه من هنا لقدام. ومن ثم
اللعبة غادي تبدا تاخد شكل آخر. إذن بقاو معنا في الفيديوهات الجايين ونشوفوكم السيمانة المقبلة. سلام.